بنحس ان احنا عايشين في دوامه من الافكار السلبيه مش عارفين نخرج منها. كذا حد واحنا بنتكلم في الكوتشنج كان بيقول انا نفسي ساعات بكون اخبط راسي في الحيط عشان ابطل الافكار، سلسله الافكار وحلقات الافكار السلبيه اللي انا بعيش جواها. ساعات بحس ان دماغي عامله زي سونامي من الافكار السلبيه. طب ازاي الواحد ممكن يعالج حاجه زي دي؟ الطريقه ان الواحد ممكن يعالج زي حاجه زي دي، واحد اسمه دان سيجل قالها في كتاب بتاعه اسمه برين ستورم. برين ستورم الكتاب ده كان بيتكلم على ازاي كيميائيه الدماغ بتشتغل مع الفكره ومع الاحساس. قال لك ان في عمليه كيميائيه بتحصل مع كل فكره، العمليه الكيميائيه دي بتاخد 90 ثانيه بالظبط. فقال لك عشان تكسر الحلقه بتاعه الموجه دي، وقال لك الفكره عامله زي الموجه بالظبط، تبتدي وبعدين توصل للقمه وبعدين تنزل تاني. المشكله انها ما بتنزلش، المشكله ان هي الافكار بتخلي موجه جديده تفتح وموجه بعديها تفتح وموجه وموجه وموجه، وبالتالي نلاقي نفسنا في دوامه من الافكار السلبيه. فقال لك من اول موجه، اول ما يجي لك حاجه فيها رد فعل او شعور سلبي او احساس انت عايز تطلعه، اكسر الحلقه، اكسر الامواج. لو قدرت ان انت في اول 90 ثانيه تتحكم في الموجه دي، هتقدر بعد كده ان ما تخليش سلسله من الحلقات انها تيجي. اعمل ايه؟ قال لك ان انت ممكن تغمض عينك وتتخيل اي منظر جميل، تعمل اسلوب التنفس، تستخدم اسلوب التنفس والاسترخاء، ممكن تعمل اي حاجه فيها حركه، حتى كان بيقول لك انها ممكن حتى تقرص نفسك. الفكره كلها ان انت تدي دماغك فتره من الصمت. عملوا اجراءات او عملوا ابحاث لو ان فتره الصمت ما بين كل فكره وتانيه، لو انت عرفت ان تضبط نفسك عندها، بتقلل التوتر بنسبه 50%. جرب التجربه دي وان شاء الله تنفع.